الصدفية بقى عبارة عن حضرتك اللي هتقول لنا الصدفية عبارة عن ايه؟ تعتبرها سجادة وتبدأ تكحت 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 في فروة الراس. اهي التلجاية دي بقى تمنها مش اقل من 500 جنيه. كولاجين ابو 500 جنيه هنجيبه ب 20 جنيه. اعزائي متابعين دكتور ايمن العظماء، رجعت لكم تاني بسلسله الرياكشن اللي انتوا بتحبوها ودايما بتبعتوا لي فيديوهات على التيك توك وعلى الانستجرام تخص العناية بالبشرة والشعر وعايزيني اعلق عليها كدكتور جلدية. فيلا بينا نخش في الموضوع على طول ونشوف ايه الصح وايه الغلط. بسم الله الرحمن الرحيم. الفيديو بعنوان الحل السحري للتخلص من القشرة. بص فروة الراس عاملة ازاي، القشرة عاملة فيها ايه، مبقعة الجلد ازاي ومبهدلة الدنيا ازاي. مبدئيا بس يعني عشان هو شكل الفيديو بيتصور في صالون حلاقة، مفيش حل سحري، خلينا متفقين. انا بكره كلمة حل سحري دي. الحل للقشرة مش في صالون الحلاقة، عند دكتور الجلدية. اللي عندها مشكلة في فروة راسها وفي شعرها والقشرة مبهدلة فروة الراس بالطريقة دي كده، تعالى انا اقول لك تحلها ازاي. اول حاجه هنبدا طيب قبل ما يقول لنا هنحلها ازاي القشره اللي مبهدله فروه الراس دي كده، شكل القشره ده يا جماعه مش شكل القشره العاديه، شكل مميز، يعني في حاجه مختلفه مش مجرد قشره. طبعا انا ما اقدرش احدد التشخيص بناء على ان انا شفت فيديو كده على الانترنت وخلاص، مع اني دكتور جلديه، فما بالك بقى اي حد تاني صاحب مهنه تانيه. ممكن ده يكون فطريات في فروه الشعر اللي هي بنوعها تينيا كابيتس واتكلمنا عليها في فيديو التينيا الحلقيه لان هي احد انواعها. ممكن تكون دي اكزيما دهنيه شديده، ممكن لا قدر الله تكون صدفيه، الله اعلم ولسه في اولها. المفاجاه ان هي ممكن تبقى تينيا ملونه بالمنظر ده، لانه وارد لما نفحصها بالوودز لايت نلاقيها ادتنا اضاءه معينه اللي هي يلو فلوريسنس، تعرفنا ان ده تي في سي اللي هو تينيا ملونه. واتكلمت عن التينيا الملونه في فيديو كامل هسيبه لكم هنا اهو. يعني في احتمالات كتير للتشخيص وبالتالي في احتمالات كتير للعلاج. فايا كان اللي هيتم ايه دلوقتي انا اؤكد لكم ان هو غلط. فرشه سنان او اي فرشه مقاربه لفرشه السنان، فحط عليها شويه جاز ابيض تمام وعليه كحول. جاز ابيض وكحول على فرشه التدليك. لو بننضف جزمه جلد هنحترمها اكتر من كده شويه. الجزمه الجلد دي مكونه من جلد حيوانات ميته، ما بالك بقى ده جلد بني ادم حي وهنهينه اهانه رهيبه دلوقتي. هتبدا فروه الراس دي بقى تعتبرها سجاده تمام، انت واخد عليها 50 جنيه. هو انا عندي اعتراضين. ليه نعتبر فروه الراس سجاده؟ ليه؟ هي مش سجاده، هي جلد عضو حيوي له وظيفه. لما نسيء استخدامه ونتعنف معاه كده وظيفته دي هتختل وهيحصل فيه مشاكل اكبر من المشاكل اللي كنا بنحاول نعالجها في الاول. ثانيا هو غسيل السجاده ب 50 جنيه دلوقتي، انا كنت متخيل انه اغلى من كده بكتير. انا مش متابع بصراحه الحاجات دي، بس يعني اعتقد ان الاسعار زادت عن كده شويه. جامد تمام. بص النتيجه، بص فروه الراس بعد ما دعكنا بالفرشه وعليها الجاز الابيض ونسبه كحول، بص النتيجه عامله ازاي. دي ما اسمهاش نتيجه يا جماعه، دي اسمها ان انا شلت حاجه موجوده دلوقتي لكن ما عالجتش المشكله. يعني القشره دي كان ليها سبب بتتكون ليه؟ قلنا ممكن تبقى قشره عاديه فعلا بس زياده شويه، ممكن تبقى اكزيما دهنيه، ممكن تبقى تينيا كابيتس او فطريات في فروه الراس، ممكن تبقى تينيا ملونه، ممكن تبقى صدفيه. السبب ده لم يزل ولم يتم علاجه، كل اللي عملته ان انت فركت وشلت القشور السطحيه اللي اتكونت بسبب المرض، فده هيستفز الجلد اللي اصلا مريض ان هو يكون قشور اكتر عشان يعوض القشور اللي انت شلتها بالعنف. ده غير ان الجاز والكحول هيسببوا التهاب في الجلد اللي انت قعدت تفركه اصلا، والاحتكاك ده هيزود الالتهاب اكتر، فهيزود المشكله اكتر، فهيزود القشره اكتر، والعيان هيروح لدكتور جلديه في الاخر. فارجوكم نروح له في الاول. اللي بعده السلام عليكم. وعليكم السلام. الاطفال صاروا يسوون جلسات ليزر. يا نونو يا غتيب. طيب هو يا جماعه بس انا ما اعرفش الفيديو بينتقد الفكره عامه ولا لا ان هو الاطفال يعملوا جلسات ليزر، بس انا هتكلم عنها من الناحيه العلميه. هو ما فيش مانع ان الاطفال يعملوا جلسات ليزر. جلسات الليزر هي وسيله لازاله الشعر زيها زي اي وسيله ثانيه، في اغلب الاحوال بتكون وسيله اكثر عمليه من الحاجات الثانيه، لان انت تعمله مثلا مره كل شهر او حاجه زي كده وما فيهوش مشكله. حتى لو الاطفال مثلا من سن 10 سنين 12 سنه بدا يطلع لهم شعر في اماكن غير مرغوب فيها وهيتم التنمر عليهم، وانا اتكلمت عن الموضوع ده في فيديو قبل كده في اول القناه خالص، كان اللي هو الليزر في الاطفال وفي الحوامل، هسيبه لكم هنا اهو برده. وطبعا الدكتوره اللي عملت الجلسه ما شاء الله حطت تلج على طول بعد الجلسه عشان تقلل الاحمرار شويه عشان بقى طفله وكده، وطبعا في تعليمات معينه بننفذها بعد الجلسه اتكلمت عنها في سلسله الليزر بالتفصيل.
اللي بعده. الصدفيه بقى عباره عن ايه؟ حضرتك اللي هتقول لنا الصدفيه عباره عن ايه؟ تفضل ابهرنا. عباره عن مرض مناعي بيبقى فيه املاح زياده في الجسم تترسب، وبعدين يجي صاحبها يهرش، فلما يهرش تترسب طبقات عامله زي صدفه او قشر سمك ساعات. قال كلمه واحده صح، مرض مناعي. كل اللي قاله بعد كده غلط، وان دل على شيء يدل على ان هذا الشخص لم يفتح كتاب يخص الطب او يقرأ كلمه عن الصدفيه في اي مرجع في هذا الكوكب، وبيقول اي كلام من دماغه. مع كامل الاحترام انا مش هقول رايي في الشخص. النقابه قالت رايها ووقفته وسحبت ترخيصه لمده عام كامل، واعتقد ان ده غير كافي بسبب اللي هو بيعمله، ولكن ربنا يهدي الجميع. الصدفيه مرض مناعي جلدي، المناعه فيه بتهجم على الجلد وتسبب التهاب وزياده في انتاج طبقات الجلد، فبيحصل حاجه اسمها هايبر كيراتوزيس اللي هو نمو في طبقات الجلد السطحيه. لو عايزين نعرف اكتر عن الصدفيه، معلومات حقيقيه بقى، انا اتكلمت عن الصدفيه في الفيديو ده بالتفصيل، سببها وانواعها والحاجات اللي بتزودها والعلاجات المتاحه ليها، اتفرجوا عليه. في رقبتها، في كعانها، في ظهرها، في جسمها. انا بيجي لي ناس اقسم بالله جسمها كله مهري. انا سؤالي الوحيد، الناس دي بتجيلك ليه؟ ليه يا جماعه؟ ربنا عرفوه بالعقل، ماليش دعوه، انا هنتقد المعلومات مش الاشخاص، ماليش دعوه. رشيت عليه ميه نار، مش بقى بديله بقى شامبو كريم مش عارف مين دبرو شامبو وكريم ومين ودبرو، ها؟ مش بديله علاج حقيقي، لا انا هديله علاج بجد ولا ايه؟ لازم اكل بعقله حلاوه. سالك ودبرو فوس ودبرو علاجات من جوه بقى، بنضف الكلى وانضف القولون وانضف الكبد وانضف الحاله النفسيه واعدل السلوك. بننضف الكلى والكبد والقولون، مش عارف ازاي بقى الحقيقه بيشرب المريض كلور ولا ايه، مع ان الموضوع كان هو بيقول ان هو زياده املاح، فدخلنا في الكبد والكلى والقولون في اخر الفيديو. الكلام ده كله فاتش يا جماعه، مفيش ولا معلومه صح في الفيديو ده اطلاقا، غير ان في مرض اسمه الصدفيه وهو مرض مناعي بس. اللي بعده، ازاي نتواصل معاك يا دكتور ايمن؟ من اكتر الاسئله اللي بتسالها ازاي نتواصل معاك يا دكتور ايمن، او ازاي اكشف معاك يا دكتور ايمن وانت في اسكندريه وانا بره اسكندريه او بره مصر اصلا. عملت لك نظام للكشف والمتابعه اونلاين مخصوص علشان اقدر اساعدك. النظام ده انا اللي عملته بنفسي عشان يضمن دقه التشخيص والعلاج، وبرضه يحتوي على متابعه 24 ساعه على الواتساب مع العبد لله شخصيا. وكل اللي محتاج تعمله انك تبعت لي رساله على الرقم اللي هيظهر على الشاشه ده على الواتساب، وهرد عليك بنفسي علشان اقول لك التفاصيل، وربنا يقدرني واساعدك. انا مش مصدقه ان وصفه السيرم اللي عرفتها بالصدفه تفتح. عملت السيرم اللي هيفتح سواد السنين ب 20 جنيه بس. بشرتي وجسمي بالشكل ده في اقل من شهر. جماعه سيرم العرقسوس، السيرم ده بجد معجزه. عشبه العرقسوس دي لو عرفتوا بجد. انا بيبقى كوميدي جدا بالنسبه لي الفيديوهات اللي زي كده، بغض النظر عن هي هتقول ايه وايه السيرم اللي ب 20 جنيه اللي مستحيل يفتح اي حاجه طبعا، اللي يطلعوا ويقولوا لكم فتح بشرتي وجمالي وفلتر. ده فلتر يعني، دي بشره عليها فلتر، فده مش حقيقي، ده مش شكل بشرتها الحقيقيه. ولو شفنا شكل بشرتها الحقيقيه الله اعلم طبعا حلوه ولا وحشه، بس هنلاقيها بني ادمه طبيعيه وبشرتها طبيعيه. ما علينا، نكمل الفيديو. سيرم العرقسوس، السيرم ده بجد معجزه. عشبه العرقسوس دي لو عرفتوا بجد كميه الفوائد اللي هي بتديها للبشره وللجسم مش هتبطلوا تعملوا سيرم. لا يلا نخش في الموضوع بقى على طول، انا مش فاضي، عايزين نعرف ايه السيرم. رئيس الوصفه النهارده هو العرقسوس، يا ريت تكوني جايباه من مكان موثوق. من مكان موثوق منين يعني؟ من السوبر ماركت، من فتح الله، من كارفور، منين؟ من العطار؟ ما هو كله عرقسوس. ويعني ايه مكان موثوق؟ مكتوب عليه بقى تركيز السيرم؟ لا دي جايبه بودره عرقسوس عادي. نكمل. سيرم قديمه زي الدروبر دي كده وتنضفيها وتعقميها كويس. عايزه كيس ماء مقطر وتحطي عليه كميه مناسبه، وتحطي عليهم معلقه صغيره جليسرين طبي من الصيدليه. بس كده. بس كده يا بنات. طيب بصوا يا جماعه، انا مش بهاجم الشخص، ولكن تعالوا نتكلم على المبدا العلمي بتاع الكلام ده عشان ننهيه تماما. العرقسوس او خلاصه العرقسوس اللي هو الليكريش اكستراكت، في دراسات كتير جدا اثبتت ان هو بيفتح فعلا، وان هو له دور في علاج التصبغات، بالذات تصبغ ما بعد الالتهاب. مش العرقسوس بشكل عام، خلاصه العرقسوس لما بتبقى في منتج بيبقى مقصود بيها ماده معينه اسمها جليبردين. المواد دي هي اللي اتعمل عليها دراسات وهي اللي ثبت فعاليتها. دايما بينصح ان هي لوحدها في العلاج مش كفايه، لازم يكون معاها مواد تانية للتفتيح. وطبعا بيبقى تركيز المواد دي في العرقسوس العادي كده ولا اي حاجه، لكن لما نجيب ميه وننقع فيها عرقسوس مفيش اي خصائص
خصائص اختراقيه كده خالص. الجلد وظيفته ان هو يمنع الهبل ده من ان هو يخش جوه، فما بيخشش جوه ولا حاجه. ممكن يعمل لك التهاب بره بقى، يعني تركيز الماده في المستحضر الطبي هو الاساس، لكن تركيزها في الطبيعه كده اقل بكتير، ومعاها مواد تانية ممكن تضر بقى. فهي دي الفكره، ان احنا لما يبقى خلاصه العرق سوس مكتوبه على كريم تفتيح نروح نجيب عرق سوس ونحطه على بشرتنا، لا. اتمنى ان انا اكون وصلت لكم الفكره، ولو ما وصلتهاش قولوا لي ما وصلتهاش في الكومنتات يا دكتور، ممكن اشرح لكم الموضوع ده في فيديو لوحده والله، ازاي المنتجات بتتعمل. اهي التلجاية دي بقى تمنها مش اقل من 500 جنيه. تلجايه مش اقل من 500 جنيه، يا ترى معموله من ايه؟ ذهب؟ لا، ذهب اغلى من كده بكتير. ده ممكن، تعالوا نعرف. وده تمن اقل علبة كولاجين محترمة موجودة في السوق. اهي التلجاية دي بقى هتشد بشرتك وهتوحد لونها وهتفتحها يعني التلجايه دي بديل لعلبه الكولاجين ام 500 جنيه. شوف يا اخي انا ما فهمتش خالص، معلش انا ذكائي محدود وتخطى كل الحدود. وهتعزز انتاج الكولاجين وهتعوض نقص فيتامين أ، وكل ده بقى مش هيكلفك حتى 20 جنيه. يا بلاش، كولاجين ابو 500 جنيه هنجيبه ب 20 جنيه. اما نشوف. هنجيب لبان دكر وهننقعه في ميه مش اقل من ليله ونص لحد ما يبقى لونه ابيض كده وعليه 3 معالق نشا، وهنقلب ونرفعه على الميكرويف او على نار. لبان دكر ونشا يعني طبعا الكلام ده مش بيعمل اي حاجه غير ان التلج نفسه ده غلط جدا، ده خطوره شديده، الا مثلا لا قدر الله لو اتخبطنا وعايزين نقلل تكون الكدمات. غير كده التلج بقى ممكن يعمل التهاب تلامسي، يعمل جفاف في الجلد شديد، يعمل حرق بارد، فبلاش نستخدم تلج على بشرتنا ايا كان مكوناته. تمام. اللي بعده منتج ماخذ اكبر من حجمه. ايه المنتج اللي واخد اكبر من حجمه؟ كولاجين موضعي. نقدر نقول كريمات الشد. هعيدها تاني مره، كريمات الكولاجين. الكولاجين بشكل عام، سواء مكملات الكولاجين او كريمات الكولاجين. كلام مظبوط جدا، وهو ده نفس اللي جه في بالي اول ما سمعت السؤال. الكولاجين ده ماده موجوده في الجلد بيصنعها خلايا اسمها الفايبروبلاست، بتصنع الكولاجين عشان تدي الجلد الالاستيسيتي بتاعته او المرونه بتاعته، يعني زي الهدوم اللي فيها لكره كده لما تشدها تقوم راجعه تاني، الجلد نفس الكلام لما تشده يقوم راجع تاني. ده بسبب ان فيه الياف الاستين وكولاجين، ده بروتين جسمك بيصنعه. لما بتاخد مكمل فيه كولاجين بيتهضم ويتكسر لاحماض امينيه ويتم امتصاصه كاحماض امينيه عادي، وجسمك يصنع منه بقى اللي هو عايزه بعد كده. بالنسبه لكريمات الكولاجين هي كل فايدتها ترطيب، لان هي جزيئات الكولاجين بتبقى كبيره على ان هي تخترق سطح الجلد، فمجرد مرطب بس غالي قوي. فيعني حاولوا تبقوا واعيين شويه للنقطه دي، مش اي حاجه دي فيها كولاجين تبقى ايه تحول بشرتك لبشره زجاجيه، لا، احنا عايزين بشرتك تكون كولاجين اكتر. لازم نحمي البشره بوقف الشمس باستمرار، ناكل اكل صحي بشكل عام، لازم نتحرك ونلعب رياضه، لازم نحافظ على وزننا عشان الجلد ما يفضلش يتمدد وينكمش عشان الدهون عماله تزيد تحتيه. كل دي حاجات مهمه تحافظي بيها على الكولاجين اللي موجود في جلدك. وطبعا الكلام ده كله شرحته في الدليل الكامل للعنايه بالبشره، اتفرجوا عليه. شيء مستحيل نلاقيه في بيتك لانك طبيب امراض جلديه. ليفه. صح، ليفه. الراجل ده بيفهم والله. برضه في الفيديو اللي فات هو اتكلمنا على موضوع الكولاجين ده، هو نفس المستشفى تقريبا بيسالوا فيها سؤال تاني، ايه الحاجه اللي عمرنا ما نلاقيها في بيتك لانك طبيب امراض جلديه؟ الليفه فعلا، لان الليفه دي ملهاش اي لازمه لو بنستخدمها عشان ندعك بيها الجلد ونشيل الجلد الميت، مفيش حاجه اسمها كده، ده غلط جدا. الطبقه السطحيه من الجلد يا جماعه اللي اسمها الاستراتم كورنيوم، دي طبقه الجلد فيها ميت فعلا بس ميت باي ديزاين. الكيراتينوسايت اللي هي الخليه الرئيسيه في الابيديرمس، الطبقه السطحيه من الجلد، كل ما بتطلع لفوق كل لما بتتبطط وتتملى كرياتين، وفي الاخر لما توصل لاول طبقه النواه اللي جواها بتموت فتبقى خليه ميته مليانه بالكرياتين. بس دي وظيفتها ايه؟ وظيفتها ان هي تعمل وظيفه البارير فانكشن بتاعه الجلد، اللي هو الطبقه العازله اللي بتمنع اي حاجه من بره ان هي تدخل فتعمل التهاب في الطبقات العميقه. فلما نخش نستحمى ونقعد ندعك جسمنا بالليفه اعتقادا مننا ان احنا بنشيل الجلد الميت، بندمر الطبقه السطحيه دي، فبندمر وظيفه البشره كحاجز، فبيبدا يفقد الجلد الميه اللي فيه ويحصل فيه جفاف. وفي نفس الوقت تلاقي الجلد عايز يكون الطبقه دي بشكل اسرع عشان انت شلتيها فيبدا يكون طبقات. فممنوع الكلام ده خالص، مفيش حاجه اسمها ليفه. الليفه دي او اي حاجه بنستخدمها مجرد ان احنا بننشر رغوه الشاور او الصابون ايا كان على جسمنا وننزل عليه الميه عشان ننضفه بس. غير كده لا، كفايه عليا كده بقى، كفايه عليا عشان انا اتعصبت، هتعصبوني بقى. اتفرجوا بقى على الفيديو ده، هتلاقوني بتعصب برضه، دمي محروق كده طول الفيديو. واشتركوا على القناه علشان تشوفوا الفيديوهات اللي جايه اول باول. انا دكتور ايمن، واتمنى دايما اشوفكم على خير.